كان الإمام علي عليه السلام مسافر ويا مجموعة من الجيش، فكان مسافر للعراق تحديدا ببابل، فصار وقت الصلاة، فالناس اللي وياه قالوا له يا أمير المؤمنين لقد حان وقت الصلاة. فالإمام علي عليه السلام قال لهم هاي الأرض ملعونة وهي أول أرض الناس عبدوا بيها الأصنام، فقال لهم الصلاة هنا مكروهة، فرفض الإمام علي عليه السلام يصلي بهذا المكان. فالناس اللي وياه بعضهم ما سمع كلامه، كل من راح يصلي وحده. عموما بدت الشمس تغيب شوية شوية، فأكو واحد كان دا يمشي ورا الإمام علي عليه السلام وحاير، يقول شلون الصلاة راح تفوت الإمام علي عليه السلام، شلون وهو أمير المؤمنين؟ الرواية تقول فالتفت إليه أمير المؤمنين فقال له أشككت؟ يعني قال له دا تشك إنه أني راح تفوتني الصلاة؟ فهذا الرجل قال له نعم. طبعا هذا الحكي هنا الشمس غابت. يقول هذا الرجل فرأيت أمير المؤمنين بدأ يتوضأ، يقول والله فنظرت إلى الشمس قد خرجت من بين جبلين، يقول الشمس طلعت من بين الجبال، فيقول فصلى العصر وصليت معه. وانت تخيل معترض حضرة جنابك شلون تقول عليه الصلاة والسلام